دي من المواقف اللي انا افتكرها في التغيير، يعني ليها دور. كنا ليله 27 رمضان، خلاص التراويح طبعا كل سنه وانت طيب، الحمد لله ان كان في فروض، ده انا بتكلم دلوقتي ايه ما قبل ان الواحد يفوق يعني، خلاص فكنت ايه في فروض الحمد لله رب العالمين. بس تراويح بقى والجو ده ما شفتهاش قبل كده اصلا، يعني ما جاتش معايا، لدرجه انه زحمه ليله 27 دي كنت راجع من خروجه ما ربنا يهدينا يا رب جميعا. ايوه الناس دي زحمه ليه يعني الرجاله ماليه الدنيا ليه يا جدعان؟ واصحابي بقى راح اقابل اصحابي بعد الخروجه دي، راح اقابل اصحابي لسه هنكمل لغايه بقى ما نتسحر مع بعض وبتاع. فقال لك لا اصل اللي بقى ده ليله 27 وبيختبوا في التراويح وبتاع دين النبي، والله ده مش يا فعلا ده منظر مبهر وجميل، والله بيفكرونا نجرب حاجه زي كده. ففي حد من الاصدقاء اقترح ان احنا ايه، ان هم هيختموا في التهجد اللي انا ما كنتش عارف يعني ايه، ليله 29 اللي هي بعد بكره، فماشي نروح التهجد. امين. طبعا ما رحناش التهجد، احنا رحنا على يعني اخر ركعتين مثلا ولا حاجه. فبعد كده ايه خلصوا الركعتين اصلا طوال ويديني ويديك طولة العمر. خلص بقى الشيخ وايه وهنصلي الوتر. انا مش عارف بقى الايه المغرز اللي في الوتر، انا فاكر الوتر ده ركعه وربنا كريم يعني. فالراجل خلص الوتر ركع رفع، نازلين بقى نسجد وهنخلص القصه، بس بقى دعاء ختم القران يا بيه. المهم يعني حد من الناس اللي هي بتدعي يعني بيدعي. فانا ايه الراجل اللي شغال بقى اللهم اغفر ذنوبنا، والناس بقى امين يا الله، والناس جنبي عياطوا وبتسح، وانا قاعد اللي هو يعني امين امين يا جدعان، لو خرجنا من الصلاه صح ولا غلط؟ مش قادر تعبان وحواليا ناس متاثره قوي، يعني جنبي في واحد والله لا انساه كان بيعيط عياط، يعني الراجل كل ما يقول حاجه يقول ايوه انا يا رب انا ايه انا عايز اخلص. ما فيش. فخلصنا الصلاه ببص على الناس عينيها محمره يا جدع بالعياط، وانا زهقان جدا، انا عايز الحق السحور، يعني عايزين نطلع على العائلات نضرب الفول بقى والطعميه ونتكل على الله. فحسيت انه يعني ساعتها ما كنتش حاسس بحاجه، يعني الحمد لله روحت سليم يعني، بس بعدها حسيت انه والله العظيم ده حصل. قلت هم بيعيطوا عشان هم يعني في ناس قذره قوي، وانا ما عيطتش عشان راجل صالح وتمام، ولا هم عيطوا عشان هم ناس كويسين وانا ما عيطتش عشان انا انسان قذر؟ والله العظيم السؤال ده قعدت افكر فيه يوميا كلها، قعدت اللي هو طب ايه بقى ليه انا ما عيطتش ليه دلوقتي ولا تاثرت ولا اي حاجه خالص؟ فسبحان الله العظيم برضو دي احد الحاجات اللي انا فضلت فاكرها، انه رمضان اللي بعده كنت التزمت الحمد لله رب العالمين، وكنت لسه متخرج من الكليه، قلت انا مش هشتغل لغايه ما رمضان يخلص عشان انا عايز اصلي التراويح كلها وعايز اصلي التهجد كله، عايز اتوق للناس دي بتدوق. فسبحان الله العظيم يمكن ده اللي كان مؤثر فيا بس.